السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيري أدهم من قناة فن الأشغال اليدوية. النهاردة هنشتغل مع بعض بديل المفرش التركي، خامات سهلة وموجودة عندنا وتنفعي ان انت تزيني بيها أركان البيت على ترابيزات أو في النيش، وخاماته سهلة جدا مفيهوش أي حاجة. عندنا جليتر فوم، ده موجود عندنا في كل بيت بسبب ان احنا بنعمل أنشطة للولاد أو ان احنا بنستخدمه زي ما وريتكم قبل كده في الفيديو اللي فات في كرة الجليتر اللي انا عملتها لكم. ان شاء الله اسيب لكم الرابط بتاعها في الديسكرايب تحت في صندوق الوصف. المكونات: جليتر فوم، تمام، سواء انت عايزه تجيب فخ كبير او صغير، بس اللي يكون ظهره ستيكر، تمام. اللي عايز يجيب ظهره من غير ستيكر برضه مفيش مشكله، بس الستيكر هيسهل عليكي وانت بتطبعي، الطباعه هتمشي كويس جدا على الورق. عندنا باتونات بنطبعها من النت، مفيش مشكله فيها، بنجيبها من بتكتبي كده عايزه باترون المفارش التركي. انا جبت الباترون عشان يبقى على قد المساحه ديت. لو انت عايزه تجيبي اكبر بتكبريها في مكنه التصوير او بتعمليها على مقاس اكبر من كده شويه. الحاجه التالتة عندنا كربون، مش عايزه خامات اكتر من كده عندي. هنبدا باذن الله ناخد فخ الجليتر. انت عايزه تجيبي فخوخ جليتر كبيره برضه هتبقى كويسه جدا معاكي، بس عشان انا رسمه صغيره، انا طبعا عندي مفارش وعاملاها، بس انا حبيت اوريكم الفكره عامله ازاي. بنجيب كده، هنبقوا محتاجين معانا قطر، بس بعد ما نعمل الطباعه ديت بنظبط الحرف على الحرف. انا عاملاها رسمه زي ما قلت لكم قد فخ الجليتر بالظبط. انا ممكن ارفعها كده شويه عشان الجزء اللي فاضل ده ممكن ان انا استفيد بيه بعد كده في اي حاجه تانية، تمام. نبدا ان احنا نحبسها اهي تحت الورق، ببدا ان انا احبسها معايا. هنجيب مشبك، بس حاولي تظبطي تبقى الزاويه تحت على الحرف بالظبط. بنجيب مشبك زي ده، نبدا ان احنا نشبك الرسمه بتاعتنا على فخ الجليتر عشان تبقى موجوده عليه بالظبط. بعد كده بنجيب قلم، عندنا اي قلم، بنبدا نمشي بالرسمه ديت بتاعتنا كلها بحدود القلم على الجليتر. نبدا من هنا زي ما حضراتكم شايفين حرف على الحرف، نبدا ان احنا نمشي بالقلم على الاوتلاين للرسمه الموجوده عندنا. ان شاء الله الرسومات دي هسيبها لكم ان شاء الله في اللينك بتاعها، نحطه لكم على الجروب عندي شيري هاند ميد اللي هو جروب الفيس. بصوا بدات انها تطبع زي ما بقول لكم. هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاع الجروب، هتلاقوا ان شاء الله عليه الباتونات ديت، هرفعها لكم تبقى موجوده عندكم. بس انا بفكر البنات لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش يا بنات في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب، ونشيره مع اكبر عدد موجود من اصدقائنا عشان الكل يستفيد. ولو حد مش مشترك عندي وعجبه الفيديو يبدأ ان هو يدخل على القناة عندي ويضغط على السبسكرايب الزر الاحمر اللي من تحت ويفعل زر الجرس اللي موجود جنبه. انا هفضل ماشية بالرسمة كلها على الفخ الجليتر وارجع لكم تاني ان شاء الله. كده بنات بعد ما الرسمة نزلت عندي كلها زي ما احنا شايفين كده، انا ببدأ اجيب اي كرتونة نتيجة او اي فخ ازاز عندي هنا بجيبه. طبعا انا ما عنديش الا كرتونة النتيجة ديت، انا طبعا مش هنكتب على الاسم بتاع جنب عشان هي نتيجة مكتوب عليها الله. انا هاخد الجزء اللي هو السادة وحاول نبدأ ان انا اعمل عليه. طبعا انا دي عملتها زي ما انتم شايفين. انا هبدأ افرغ كل اهو، بصوا التفريغ، ببدأ افرغ كل الفراغات اللي موجودة عندي دي. بجيب قطر رفيع، سن رفيع، وابدأ امشي على الرسمة كلها واضغط عليها اهو كده. بس طبعا وانت شغالة خلي بالك من ايدك. طبعا بعتذر عن صوتي ده لانه اصبت بنزلة برد للأسف، بس انا وعدتكم ان انا هنزل الفيديو ده فحبيت ان انا اشارككم بيه. ببدأ امشي على الرسمة بالراحة كده كلها، امشي على الحدود بتاعتها.
انا طبعا مش هعمل كل الفراغات ديت، في فراغات على حسب الرسمه. انا هوريكم ايه الفراغات اللي انا هنمشي عليها. بصوا الفراغات اللي انا همشي عليها اللي هي الحدود بتاعتها باللون الابيض. الفراغات اللي الحدود بتاعتها باللون الابيض هي اللي هنمشي عليها، هي دي اللي هنشيلها. يعني القلب دوت اللي هو الابيض ده هو ده اللي انا هفرغه. فلازم الرسمه تكون قدامك عشان تبقي عارفه ايه الجزء اللي هو هيتشال وايه الجزء اللي هيفضل موجود عندك. هنكمل. انا كنت شغاله هنا. نبدا ان احنا وانا ماشيه بضغط. انا دي بقول كرتون او فخ ازاز عشان خاطر ما تيجي تعملي ما تعمليش على حاجه من تحت تقطعي بيها الحاجه اللي انت بتشتغلي بيها، تقطعيها بالقطر. اهو بصوا بيبدا ان هو يطلع معايا في الجزء اللي ما اتشالش، نضغط عليه تاني. الفراغات دي التفريغ ده مش بيترمى، انا مش برميه، انا باخده بقى بشيله عشان ده ظهر ستيكر. باخده اشيله ازين بيه كراسات ولادي، ممكن تبقى جميله في الاركان بتاعه الكراسات. اهو بصوا بنبدا ان احنا نشيل بالراحه. اهو التفريغ دوت مش هنرميه تماما. نبدا ان احنا نعمل واحده كمان، بعدها انا هفرغهم بقى لوحدي عشان خاطر ما اطولش الفيديو عليكم. بصوا بتمشي كده، تبدأي زي ما احنا شايفين. زي ما قلت لك لو انت عايز تجيبي اللي هو ظهره ما فيهوش ستيكر مفيش مشكله، بس المشكله هتبقى عندك في الطباعه ان ما بيطبعش كويس عشان الظهر بتاعه بيبقى طري فمش بيطبع الرسمه كويس. نبدا ان انا ابدا اشيل الجزء اهو. بصي لو في جزء لسه مشبوك هتبداي تفرغيه بالراحه جدا عشان ما يقطعلكيش كل ايه. تبداي تشيلي بالراحه خالص، تفرغي اهو. بصوا بيطلع بمنتهى السهوله معاكي زي ما انتوا شايفين اهو. التفريغ موجود معانا تمام. انا هفرغ المفرش ده كله وارجع لحضراتكم باذن الله ونكون جهزناه على الفرش باذن الله. هرجع لكم تاني كده. الرسمه زي ما حضراتكم شايفينها انا كملتها اهي نفس الشكل اهو طلع معايا تمام. انا هشيل كل اللي قدامي دوت وهنبدا ناخد اللي هو الاوت لاين اللي هي الخطوط الخارجيه هنعملها بالمقص مش هنعملها بالقطر، لان القطر بيدي بعض بصوا بعض من التعريجات الخفيفه دي بقى ممكن ندويها كده ايه باطراف المقص نعملها او بحروف القطر. يعني اجي مثلا على حته مشرشره زي كده امشي عليها كده رايح جاي خفيف 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 بالقطر لحد ما بتطلع. بعد كده هنمسك بقى الخطوط الخارجيه نعملها بالمقص كده حته حته لحد ما هينتهي معانا اهو كده. انا بمشي حته حته على الخطوط الخارجيه لحد ما بتنتهي معايا الرسمه. ناخدها بالراحه عشان الجليتر فوم طبعا ده مش قماش، لا ده حاجه رقيقه جدا برضو معانا فممكن سهل انها تقطع خاصه بعد التفريغات اللي احنا عملناها عليها. نفضل نمشي كده بالراحه جدا. اللي عايز تعملها بالقطر مفيش مشكله، بس انا بقول لك تجربتي معاه القطر في الاوتلاين بدا ان هو يخدش معايا الحروف ويطلعها مشرشره ما يطلعهاش كلها خط واحد. انا هعمل بس الحته دي مع حضراتكم اهو كده. انا بدات ان انا اشيل اول جزء بعد كده هلف للمفرش بالكامل تمام علشان اشوفه بعد ما يخلص هيبقى شكله عامل ازاي. انتظروني كده يا بنات. المفرش بعد ما خلص معانا زي ما انتم شايفين اهو ده الوش بتاعه او الجليتر بتاعه اقول لكم ناحيه الكاميرا عشان يبان تمام. انا اخترته ابيض طبعا علشان خاطر انا عندي الرخامه بتاعه الترابيزه اللي هحطه عليها لونها اسود، فانا اخترت اللون الابيض عشان يفتح شويه الكورنر اللي انا هحط فيه المفرش اللي موجود فيه الترابيزه. انت طبعا من حقك تختاري اي لون يناسب معاكي، من حقك كمان ان انت عايزه تسيبيه مفرغ زي ما انتم شايفين كده انا سايباه اهو مفرغ
تمام. انت عايزه تجيبي قطعه من القماش بلون غامق وتحطيها من تحت وتقصيها على نفس الفريم بتاع الرسمه، برضو مفيش اي مشكله خالص، بيبقى كويس جدا وبيمشي معاكي. تمام. انت ممكن تعملي منه مفارش للنيش، بيبقى شكله جميل قوي. دوت الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم وينول رضاكم. واتمنى بقى لو عجبكم الفيديو بتاعي، البنات اللي مشتركتش تبدا انها تضغط على السبسكرايب، الزر الاحمر اللي تحت، وتفعل زر الجرس اللي موجود جنبه عشان يوصل لها كل جديد مع في قناه فن الاشغال اليدويه. والمشتركه معايا يلا بينا اضغطي لي لايك وشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. هنزل لكم الباترونات على الجروب بتاعي شيري هاند ميد. ان شاء الله رب الفيديوهات تعجبكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.